يسعد أوقاتكم حبايبي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم فاهيتا على أصولها يا قلبي. شايفين النتائج؟ عملنا سندويشة وحطينا كمان حشوة بصحن ومع كاسة شاي. أروع فطور أو أروع عشاء. عندنا مثلا هنا نص دجاجة الكمية اللي بدك إياها بتقطعيها شرايح بعد ما تنظفيها وتجهزيها، وبنحضر البهارات وبنحضر الثوم والفلفل، بنحضر اللبن. أول شي هاي قطعنا الدجاج شرايح طويلة هيك شوية، برجع لك بدك مربعات بصير يا قلبي، تحطي معاها فطر برضو بصير. بنرش عليها شوية البهارات بنحط لكم اياها ان شاء الله بصندوق الوصف. هنا درسين تومة مع قرن فلفل عشان تطلع حارة، وبنخلطها كلها مع بعض عشان تاخد الطعم. يعني بدها وقت تتركيها لها ساعة زمن. بعدين بنحط عليها معلقتين لبن ولا 3 معالق لبن. اللبن عشان يطر الأنسجة تاعت الدجاج، ما تاخد معك وقت ما تضل تعلك عشان تستوي، لأن فيها حمض وأحماض إشي. هنا صويا صوص نتفة صغيرة ما تكتري. بنقلبهم في بعض وبنتركهم شوية، وبنيجي هلقت بدنا نحطهم بالثلاجة. الوقت اللي يعني قادرة تستغنى عنها تحطيها بالثلاجة، وإذا مش مستعجلة هنا كان شوية فليفلة، وهنا هاي الدجاج اللي حطيناه، وهي هنا راس بصل. أول إشي حبايبي بنجيب المقلة بنحميها. ليش بنحميها؟ عشان يا حبيبي تاخد الدجاج قطع الدجاج صدمة وما تزل عنا سوائل. السوائل بصير كأنك الدجاج مسلوق سلق، فعشان هيك بنقول حمل المقلاية بدون لا زيت ولا إشي، ووزعوها، ما تحطوها فوق بعض، وزعوها وتركيها شوي، ما تحركيها، تركيها شوي وبعدين بتقلبيها. هذه الحركات يا بنات إلها دور كويس عشان ما تزل عنا سوائل. هي إذا زلت إحنا زي ما قلنا بدناش نحركها، لازم ننشفها. حتى لو زلت سوائل لازم ننشفها. أكيد هي لبن ودجاج، واللبن يعني حيتحول لسوائل ويزل شوية، بس إشي بالمعقول. يعني مش أنا أحطها كوب واحد وأضل أحرك فيها، لا، لازم أعطيها صدمة من أول بعدين أحركها. شايفين؟ لازم تتنشف ميتها تماما، وتحسي يعني هي تقريبا هتنضج. بعد ما تنشفت ميتها بنحط لنا عليها شوية زيت زيتون، زيت قلي، زبدة، اللي بدك إياه. بنقلبها شوية عشان تاخد طعمة الزيت. حطينا زيت زيتون احنا، يعني هي تقريبا شبه ناضجة. هلقيت بدي ارفعها بصحن، لان انا بدي الشغلات اللي ظلت بالمقلاية، اثر قطع الدجاج اللي الزيت والبقايا هذه اللي ظلت، هذه الطعم فيها بدي احطها. لقيت البصل فيها، ما بدي احط البصل فوق الدجاج، لا، بدي اخذ السوائل اللي ظلت في المقلاية واضبل البصلة. راس بصل هو كميتك، احنا كميتي مش كتيرة، حوالي صدر دجاج كامل، يعني هذا اللي هو. بندبل البصلة كويس، شوية ملح، الملح بسرع في تتبيل البصل. يعني الواحد والله العظيم محتار احيانا بايش بده يعمل، ايش بده يفطر، ايش بده يتغدى، ايش بده يتعشى. فيا ستي الواحد كل شيء يكون الجود من الموجود. هلقيت بس تدبلت البصلة، رجعنا قطع الدجاج اللي شايفين لونها ما أحلاه، قطع الدجاج مع البهارات أعطانا، لأنه في بابريكا وفي كمون في فلفل. زي ما قلنا لكم حنحط لكم البهارات بصندوق الوصف. الكمية الدجاج عقد ما بدك، يعني ما في مقدار معين. بنقلبها شوية عشان تاخد طعمة البصل. بنجيب عنا شوية فليفلة ملونة. الفليفلة الملونة ما تطولي، لأنها بدناش إياها تعرج تزل المية، خليها عشان كمان يضل لونها حلو، ما بدنا إياها تزل سوائل. احنا حطينا تومة وفلفل أول لما نقعناها، فالريحة بتجيب التاية من كتر ما ريحتها زاكية. شوية وبنقلب عنها وبنطفيها وخلاص. هلقيت احنا اخذنا رفعنا كمية شوية، وهذه الكمية قلنا بدنا نحط عليها شوية قشطة. هي كريمة بتحط شوية كريمة، في جبنة سائلة بتحط جبنة سائلة، اللي بدك اياه. انا عندي قشطة، حطيت شوية عليها كمية قشطة، برضه طعمها بيطلع زاك. والكمية الثانية بنعملها لحال، اللي بده زي هيك واللي بده. هذه بتعطي كمان طعم غير شكل، سوى شوية كريمة او شوية جبنة سائلة. هاي هنا حطينا من الاول من اللي بدون كريمة ولا دون قشطة، وحطينا كمان فوقها للي بده من هيك. الله 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 الله، الريحة والطعم والشكل والمنظر واللون حكاية، واللون حكاية. حط جبنة يا قلبي على سخونة الدجاج والفليفلة، حتسيح الجبنة. ممكن تحطيها على الجريل يعني تعطيها شوية كده تحميصة،
شايفين بسم الله ما شاء الله، علينا وعليكم بالعافية قلبي، مع كاسة شاي أروع فطور. لايكاتكم شيراتكم تسعدني.